السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. والله في عجالة عجبت لمن يتسنى له أن يغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في صلاته. نعم، يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وأنت في صلاتك بفعل واحد فقط، وهو أن تؤمن ولا تسرع في تأمينك وتجعل تأمينك موافقا لتأمين الإمام. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: وإذا أمن فلا تؤمنوا حتى يؤمن، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحرص على أن يكون تأمينك، أي قولك آمين بعد انتهائه من سورة الفاتحة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول هو آمين، لا تسرع وتقول آمين قبل أن يقولها الإمام، بل احرص على أن يكون تأمينك موافقا لتأمين الإمام في وقت واحد، لأنه إذا وافقت ذلك فقد وافق تأمينك تأمين الملائكة، فيحصل لك بعد ذلك الأجر العظيم وهو مغفرة الذنوب. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. أحبكم في الله، والسلام عليكم.